السلام عليكم حبيباتي، إن شاء الله تكونوا لاباس وبخير مع رمضان، ومرحبا بكم عندي في القناة. فيديو اليوم حبيت نشارك معاكم رولي الدجاج، رولي محشي بالفرماج، وفي نفس الوقت الدجاج تاعو يعني ما درتوش دجاج وحده، دجاج في حد ذاته فيه الزيتون، يعني فيه الزيتون مرحي في هذيك العجينة تاع الدجاج. ما نطولش عليكم بزاف، نروحوا نشوفوا المكونات اللي استعملتهم والمقادير. راح نبداو على بركة الله. هنا عندي كمية من الهريسة، عندي كمية من الخردل، كمية من الطماطم، كمية من توابل الدجاج، كمية من الفلفل الأسود، عندي كمية من الزيتون، عندي كمية من المعدنوس، بيضة واحدة، الليمون، حوالي نص صدر دجاج، عندي كمية من البصل قصيتها على نص، على زوز، يعني قسمتها على زوز جهات، وعندي كمية من دجاج اللي خليته يعني على جهة باش نقلي بيه البرمة تاعي. هنا راح نبدأ مباشرة، نحط الزيتون تاعي في الأشوار، نخليه يترحى مليح، نزيد عليه مغرف زيت زيتونة، ونزيد عليه نص الكمية تاع البصل اللي كنت قسمته على زوج جهات. هنا بالمناسبة الزيتون تاعي يعني كنت حطيته في الماء قبل، يعني أنا كل ما نشري الزيتون نخليه في الماء حتى وين ينحي هداك الملح تاعو. نرجعوا للوصفة تاعنا. هنا عندي كمية من الخردل والطماطم والهريسة، عندي توابل خاصة بالدجاج، وعندي راح نزيد نحط حوالي نصف الكمية تاع الفلفل الأسود، والنصف الآخر نخليه في اللاصوص. هنا راح نميكسيهم مليح. هنا هذا هو الخليط اللي نتحصل عليه، وبعد ما نتأكد باللي الزيتون تاعي كامل ترحى نزيد نحط عليه قطع تاع الدجاج. هنا عندي نص جهة تاع صدر الدجاج كنت قصيتها، نحطها في الأشوار. هنا بعد ما ترحى لي الدجاج تاعي مليح راح نحط، يعني راح نزيد له عصرة ليمون ونزيد نميكسيهم مليح. هنا راح نحط الكمية تاعي تاع الدجاج والزيتون اللي كنت رحيتهم في بعضاهم، ونحطهم في الإناء بالطريقة هذه. راح نحط كامل الكمية يعني باش نزيد لها المكونات الأخرين، هنا فقط يعني حطيتهم باش يترحاو معاهم. هنا راح نزيد لها، راح نبدأ نحط البيضة تاعي بالطريقة هذه، وعندي حوالي نص مغرف سكر. السكر رايح يعطينا نكهة رائعة مع الليمون، جربوها مكمش رايحين تندموا. راح نزيد عليها رشة ملح، راح نزيد عليها نصف الكمية تاع المعدنوس اللي كنت خصيتها وحطيتها على جهة، ونخلط يعني ونشوف المعدنوس تاعي كل واحد والرغبة تاعو، إلا حبيت نزيد وإلا كان شفتو يعني قد ما نزيدش. هنا نخلط المكونات تاعي مليح بالطريقة هذه حتى تمتزج هذيك البيضة تاعي مع الدجاج كاملة. هنا نزيد لها شوي معدنوس، يعني ظهرت لي شوي ناقصة معدنوس، ويعني لكم حرية الاختيار، وتحبوا تحطوا الكمية اللي تساعدكم تاع المعدنوس، يعني مش حتأثر بزاف على الذوق تاع الرولي تاعنا، كاين ناس ما يحبوش المعدنوس. هنا راح نحط لاشابلور تاعي باش نلم بيها الدجاج تاعي بالطريقة هذه. هنا راح نلم ونحط كمية لاشابلور راح تبقى حسب الرغبة، والعفوا راح تبقى حسب يعني باش تتلم لي العجينة تاعي. هنا راح نخلط الكمية كاملة، نزيد عليها ناب توم كنت يعني رابيتو. هنا وجدت بلاستيك الطبخ باش يعني نحط فوقه الدجاج تاعي. هنا كما قاعدين تشوفوا قسمت كمية الدجاج على نصفين، الكمية هذه يعني بنصف تاع الصدر تاع دجاج واحد برك يدير لي كمية ما شاء الله. هنا خيرت باش نقسم النص تاعها بالطريقة هذه، وراح نحطه على البلاستيك الغذائي، ونبدأ نحل هذاك الدجاج تاعي على سمك يكون يعني ماهوش رقيق خلاص وماهوش خشين، بالطريقة اللي تساعدني ونقدر يعني نحط فوقها الفرماج كما قاعدين تشوفوا بالطريقة هذه. هنا جبت الفرماج ولكم حرية الاختيار، كل واحد والذوق تاعو، كل واحد وش يحب يحط الفرماج. هنا حطيت كمية من الفرماج، أنا هنا استخدمت البربر، وراح نبدأ نرولي الرولي تاعي بالطريقة هذه.
راح تساعدني بزاف يعني البلاستيك الغذائي باش نروليه وباش نعدلو. هنا نرولي وفي نفس الوقت نحاول نتأكد إنه ما كانش يعني الهواء داخل الدجاج تاعي. نزيد نغلقه من الجهة الأخرى بالطريقة هذه، وراح نزيد نقفله حتى بالبلاستيك الغذائي من الجوانب، وراح نعدله يعني بكل سهولة بالطريقة هذه. راح نلمه كامل كيما هكا ونقفله مليح من الجوانب، يعني باش نتأكد باللي ما يدخلوش هداك البخار كي نعود نطيب فيه. كيما هكا نعدلو مليح ونضغط عليه في نفس الوقت، ونقدروا نتحكموا في السمك تاعو في يدينا يعني كيما نحبوا. هنا بعد ما عدلته راح نحطه في الألمنيوم بالطريقة هذه ونحطه مباشرة، أي نفورو كيما هكا. من جهة أخرى نروحو نوجدو لاصوص تاعنا. أنا هنا خيرت لاصوص تكون بالزيتون يعني باش يجي الطعم تاعي متجانس مع بعضه. الرولي فيه طعم الزيتون وحتى لاصوص تاعها تكون فيها طعم الزيتون، ولكم حرية الاختيار، كاين اللي تحب دير لاصوص بشامبينيون ولا بجلبانة، كل واحد كيفاه يحط، ولا حتى ديروا لاصوص بلانش برك وتخليوها كيما تحبوا. هنا حطيت البصل تاعي وقطعة تاع الدجاج هذيك اللي كنت حبيت حطيتها على جهة باش نقلي بها. حطيت قليتهم مليح، بعد ما تقلاو حطيت لهم التوابل، زدت عليهم كمية من الزرودية اللي كنت قصيتها ووجدتها على جهة، ونمرقهم بالماء السخون. هنا دائما كي نطيبوا في الطاجين تاع الطين ولا في البرمة تاع الطين باش نمرقوا لازم الماء سخون، ويعني في اي طياب يعني هو مليحة باش نمرقو بالما سخون، بصح خاصة في الطاجين هذا لازملو الماء سخون. ما نقدرش انا كنت نقلي فيه يعني وهو سخون ونحطلو الماء البارد مباشرة، قادر لا قدر الله يتشق ولا يتكسر. نرجع للرولي تاعنا. هنا الرولي تاعي بعد ما فورته طاب بالطريقة هذه، راح نحلو معاكم، راح يتحلي بكل سهولة، غير نجبد الجوانب برك تاعو تاع البلاستيك راح يتحل. هنا الرولي تاعي طاب مليح، نحلو بالطريقة هذه. وهنا في الرولي كاين الناس اللي يحبوا يعني الرولي تاعهم يخليوه كيما هكا، كيما كاين الناس اللي يحبوا يحمروا الدجاج تاعهم. انا من الناس اللي نحب نحمر الدجاج تاعي، نزيدلو يعني نحمره في الزبدة باش يزيد لي البنة تاعو. هنا راح نحتاج مغرف صغيرة زبدة ونحطها على المقلة بالطريقة هذه، ونخلي الزبدة تاعي حتى وين تدوب. هنا بعد ما ندوب الزبدة تاعي نجيب الرولي تاعي ونحمره في المقلة بالطريقة هذه. هنا بعد ما حمرت الرولي تاعي نرجع للاصوص تاعي بعد ما تكون طابت، الدجاج طاب والزرودية طابت، نحط عليها كمية الزيتون. دائما الزيتون يعني ما فيهش الملح، كما قلنا نشريو الزيتون نخليوه في الماء البارد ونبقاو نبدلوله الماء ونخبيوه بيه بالماء هداك، يعني كي نحبو نستعملوه ما نحتاجوش نغليوه. هنا راح نقص معاكم الرولي تاعي بالطريقة هذه، يعني نقصوه على حسب الرغبة، اللي يحبوا يكون رقيق اللي يحبوا يكون خشين شوية، كل واحد كيفاه يحب. انا خيرت نقصه بالطريقة هذه. كما قاعدين تشوفوا الفرماج تاعي من الداخل كي حطيته على كامل الوجه تاع الرولي جاني يعني بشكل مليح ويشهي. هنا نكمل نقص معاكم كامل كمية الرولي ونروحوا نرجعوا اللاصوص. هنا بعد ما نقصوه نرجعوه للاصوص باينة ونقدموه، يعني الرولي تاعنا راهو واجد. هنا فقط كي نبداو نقصو فيه نقصوه غير بشوية على خاطر قادر يفزد لي، كيما درك انا هكا فزدت لي شوية. نكمل الكمية كاملة، يعني غير شوية تاع دجاج دارت لي كمية لا بأس بها. نرجع للاصوص. هنا راح نحط الرولي تاعي في اللاصوص اللي كنت وجدتها بالطريقة هذه. هنا بعد ما حطيت الرولي تاعي في اللاصوص راح نزيد نحطلو المعدنوس على الوجه تاعو، ويعني لكم حرية الاختيار، اللي ما يحبش المعدنوس ما يحطوش. وزينتها بالليمون بالطريقة هذه. وكانت هذه هي وصفة اليوم، نتمنى تجربوها ونتمنى تعجبكم، ونخليكم في امان الله حبيباتي، صحة فطوركم وصحة سحوركم. السلام عليكم.